الزيارات الرسمية بين البلدين. هذا الاستياء الذي يسود الأوساط السياسية الجزائرية نتج عن ما اعتبروه استفزازا من طرف العاهل المغربي محمد السادس ومواقفه بشأن الصحراء الغربية، وذلك خلال خطاب ألقاه في الذكرى 36 للمسيرة الخضراء. لقد شكلت المبادرة الوجيهة بتخويل الصحراء المغربية حكما ذاتي في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية والترابية منعطفا هاما في مسار التسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، غير أن الدينامية التي أطلقتها هذه المبادرة المقدامة من خلال مسار جديد للمفاوضات لم تفضي لحد الآن إلى التوصل إلى الحل السياسي التوافقي والنهائي المنشود بفعل غياب الإرادة الصادقة لدى الأطراف الأخرى. تباعد يأتي بعد أن كان لاحظ المحللون تقاربا جزائريا مغربيا في أعقاب الربيع العربي تجاوبا مع الضغط الشعبي، لكن الاختلافات التقليدية ما فتئت أن عادت إلى الواجهة بعد أن خفت هذه الضغوط بحسب المراقبين. تعليقا على الموضوع ينضم إلينا من الرباط محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية. سيد بن حمو، ما حجم الهوة التي تجددت بين الجانبين الجزائري والمغربي الآن؟ هو للأسف الشديد طبيعة العلاقات المغربية الجزائرية تقوم على طابع الصراع، حيث أنه ما تبدأ أن تظهر هناك يعني بسيط للأمل في بناء علاقات جيدة وجدية حتى تظهر هناك انتكاسات جديدة. أكيد أن المغرب الذي عبر لفترات متعددة وفي كل مرحلة عن نيته ورغبته وإرادته في تطبيع العلاقات مع الجزائر وفي بناء اتحاد مغاربي قوي، وفي كذلك تسوية مختلف الخلافات بما يمكن أن يضمن بناء مستقبل البلدين ومستقبل المنطقة. طيب. في كل محطة نرى أن هناك قوى تحاول أن تعيد العلاقات إلى طبيعة الصراع الدائم. طبعا هناك إجماع أن ما يجمع بين الجزائريين والمغاربة أكثر وأكبر حجما مما يفرقهم، ولكن يبدو أن ملف الصحراء يعني ما زال عائقا. ماذا يعيق الجانبين لحل هذه الأزمة تحديدا؟ لا، أعتقد أن هناك نوع من السياسة التي تتبع من الطرف الجزائري، والتي تحاول بالأساس أن تجعل من هذه العلاقات في طبيعتها علاقات يعني صراعية. فنحن نعيش في حالة شاذة في المنطقة بحدود مغلقة، وتاريخ الحدود بين البلدين هو تاريخ حدود مغلقة. هناك لا محالة يعني الإشكالية المرتبطة بالصحراء، ونعلم أن المغرب قدم مبادرة في هذا الاتجاه، وأن هناك مسلسل أممي ينبغي أن يصل إلى هدف الحل السياسي النهائي المتوافق حوله. غير أن هذه المبادرة يعني وهذه الدينامية تعرف منذ البداية محاولات كثيرة لنصفها ومحاولات كذلك لتعطيلها. شكرا لك محمد بن حمو رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية.